السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت تاني فيديو سجلته للبروجكت بتاعي اللي هو Special Case Project. الريكورد دوت أنا سجلته 22 يناير 2023. كنت ضفت كذا حاجة عن الفيديو اللي فات، إن أنا حطيت كاركتر وحطيت له شوية انيميشنز، وعملت السيستم بتاع الانيميشنز والكلام ده. وضفت كمان كذا فيتشر، ان انت في العادي كنت بتدوس سبيس بتنط وخلاص. دلوقتي لو دوست سبيس وعملت هولد، سرعة النطة بتاعتك بتزيد، ما بتبقاش زي لو انت دوست سبيس بس. ديت فيتشر ضفتها. وفي فيتشر تانية، ان انت لو بتجري ونطيت وخبطت الارض وانت سرعتك عدت ليميت معين، بيعمل رولينج على الارض. هتشوفوا الرولينج دلوقتي اهو. لو انت خبطت الارض وانت سرعتك سرعة معينة بيعمل رولينج. وسيستم الكلايمنج احتاج تعدل فيه كذا حاجة، عشان الفيديو اللي فات لو فاكرين كان بيروح لنقطة معينة، بعد كده فجأة تلاقي البوزيشن بتاع الكاركتر اتحول من مكان للتاني. فطبعا مش هينفع السيستم دوت وانا عندي كاركتر حقيقي بيتحرك. فكان لازم يتعدل فيه كذا حاجة، عشان الكاركتر يبان ان هو بيطلع فعلا من تحت لفوق، ما يبقاش بيعمل سناب مرة واحدة. وعملت وقعة تانية لما بتخبط الأرض بسرعة أكبر، بيعمل كأنه إيه، عمل هيت للجراوند، هيت جامد للجراوند. فديت برضو حاجة تانية أنا ضفتها. وفي حاجة تالتة برضو ضفتها، إن أنا عملت سيستم للراجدول. الراجدول دوت اللي هو لما الشخصية بتموت أو بتتضرب بالنار، بيحصل لها كده كأنها إيه، كل العظم بتاعها بيبقى سايب، كأن المفاصل بتاعت الشخصية فصلت مرة واحدة. فسيستم الراجدول دوت خد مني وقت شوية، عشان كده تلاقي في فرق ما بين الفيديو دوت والفيديو اللي فات شوية يعني. حاجة تانية برضو ضفتها، ان انا عملت زرار بيوقف الوقت، يخلي التايم زيرو. وزرار تاني بيخلي التايم نص الوقت، بيبطئ التايم عشان اشوف الانيميشنز وهي شغالة، سواء انيميشنز الراجدول او الانيميشنز اللي انا عاملها، عشان اشوف السيستم اللي انا عامله شغال صح ولا في مشكلة. السيستم بقى بتاع الطلوع، لما غيرته في الاول كان ايه، بتطلع للنقطة البامبا، ومن النقطة البامبا بتسناب للنقطة الخضراء. دلوقتي بقى بقيت عامل آه، طبعا النقطة البامبا والنقطة الخضراء دي من نفس الشغلانة عادي، بس ما بيسنابش على طول، اللي هو اللاعب ما بيعملش سناب على طول لما بيوصل للنقطة البامبا، لا، في بعدها 4 نقط متحددين، اللاعب بيطير بيعدي عليهم كلهم بالكبسول. الكبسول يعني بتاعت اللاعب بتعدي عليهم كلهم. فدوت اللي بيخلي لما بيعمل كلايمبنج بتشوف اللاعب وهو بيتحرك فعلا من تحت لفوق، مش بيسناب زي الفيديو اللي فات. حاجة تانية برضو، ال ال اللي هي الراجدول. السيستم بتاع الراجدول دوت هو عبارة ان كل بون في اللاعب ليها زي كوليجن وريجيد بادي، مغطي البون ديت اللي هي عظمة الايد، عظمة الرجل، الراس، الصدر، الكلام ده كله. واللي حاصل ان انا بفصل الكبسول، الكوليجن بتاع الكبسول، وبشغل الكوليجن بتاع البونز ديت او العظم دوت لما بشغل الراجدول. والعكس، لما الراجدول بتخلص او بفصلها، بقوم ايه عامل، بخلي البونز ديت تريجر ملهاش كوليجن، وبشغل الكوليجن بتاع الايه، بتاع الكبسول. وديت بج تانية كانت ظهرت عندي، ان انا كنت عامل سيستم الكاميرا بايدي، فانا عامل زي ايه ليميت كده، لو الكاميرا عدت الانجل معينة، الكاميرا يعني ما ينفعش تعدي انجل معينة لتحت او لفوق، لكن يمين وشمال بتلف 360 درجة. فساعات كده بيحصل فريم دروب، فتلاقي الكاميرا راحت معدية الانجل ديت فبتتحشر. المشكلة ديت برضو حلتها متأخر، دوت كان قبل السينما ماشين ما اضيفه في اللعبة يعني، عشان انا هنا لسه ما ضفتوش. وبس ده الفيديو. وبس دوت فيديو النهاردة. ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وسبسكرايب. ولو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.